تتجه أنظار عشاق كرة القدم النسوي في القارة الإفريقية مساء الخميس إلى ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط لمتابعة القمة المغاربية المرتقبة التي تجمع المنتخب المغربي للسيدات بنظيره الجزائري برسم الجولة الثانية من الدور المجموعات لكأس إفريقيا للسيدات 2026. وتكتسي المواجهة أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين في ظل المنافسة القوية على الصدارة المجموعة الأولى، حيث يسعى كل طرف في تحقيق انتصار جديد يقترب من حسم بطاقة التأهل إلى الدور الربع النهائي. تدخل اللاعبات الأطلس بعبارات ثقة كبيرة بعدما حقق المنتخب المغربي بداية قوية في بطولة يفوز على منتخب كينيا ب4 أهداف دون رد في مباراة أظهر خلالها أصحاب الأرض قوة هجومية وتنظيمية واضحة. يسعى المنتخب المغربي على استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق انتصار جديد، خصوصا أن الجماهير المغربية تنتظر مواصلة المشوار القاري بنجاح والمنافسة. ومن جهة يخوض المنتخب الجزائري مواجهة بمعنويات مرتفعة أيضا بعدما نجح في افتتاح مشواره بالبطولة بفوز ثمين على السنغال بهدف دون مقابل. تطمح السيدات الجزائر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب المغربي من أجل تعزيز حظهن في التأهل ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة. من المقرر أن تقوم مباراة المغرب ضد الجزائر يوم الخميس 30 يونيو 2026 على أرض ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، وعلى الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب. وتحمل مواجهة المغرب والجزائر طبعا خاصا، ليس فقط بسبب أهمية النقاط الثلاثة، إنما أيضا بسبب قوة المنافسة بين المنتخبين في كرة القدم النسوي خلال السنوات الأخيرة. ومن المنتظر أن تعرف المباراة حضورا جماهيري كبير في المدرجات ملعب مولاي حسن، في ظل رغبة الجماهير المغرب في دعم اللبؤات الأطلس ومساندتهم لتحقيق الفوز الجديد يقترب المنتخب من الدور المقبل. وتقوم هذه النسخة 2026 من كأس إفريقيا للسيدات بمشاركة 16 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.